متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في القناة الثانية لأنس توب، وهذه الحلقة سوف نخصصها لآخر الأخبار فيما يتعلق بالمجال العسكري والصناعة العسكرية في المغرب. يوم أمس 18 فبراير 2026 أعلنت شركة إيربيتس الإسرائيلية عن تصدير أو عقد من أجل تصدير برج قتالي من طراز اليوتي 30 MK2، وهذا اللي كتشوفوه الآن أمامكم على الشاشة. هذا البرج القتالي متابعينا الكرام يمكن أن يستخدم على عدد من المدرعات القتالية المختلفة الأصناف. وحنا بطبيعة الحال في المغرب بدينا في صناعة مدرعة الواب 88، وهي مدرعة قتالية بشراكة مع الهند. لكن بطبيعة الحال حسب المعلومات اللي عندنا وحسب المعرض ديال مراكش 2024، حيث التقينا مع مسؤولين من شركة تاتا واب تاتا ادفانس سيستم التي تقوم بإنتاج مدرعات الواب، وكنا قد سألناهم هل البرج القتالي سوف يكون من ذات الشركة، فأجابونا بأنه لا، البرج القتالي لن يكون من ذات الشركة. فمن خلال الكتالوج اللي كنا قد حصلنا عليه من المعرض، اتضح على أن النسخة المغربية من مدرعات الواب سوف تحتوي على برج قتالي من طراز يوتي 30 MK2، وهذا اللي كتشوفوه الآن أمامكم على الشاشة، وهو من إنتاج شركة البيت سيستمز. مزيان. كذلك في المصنع اللي كاين في المغرب في بالرشيد، هذه صورة من المصنع كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة. ويمكن ملاحظة بأن أغلب العمال اللي كاين في المصنع هم مغاربة. كاين واحد الصورة كاينه هنا في الجدارية كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة، هذه من المصنع في المغرب هنا في المغرب. فكما تشاهدون مدرعة الواب 88 المغربية تحتوي على هذا البرج القتالي من طراز اليوتي 30 الMK2 كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة. هذه هي النسخة النهائية من مدرعة الواب القتالية في المغرب، هكذا سوف تكون. بطبيعة الحال نشاهد بأن حتى التمويه هو تمويه صحراوي كما يتم استخدامه عادة على الآليات المغربية، مع إضافة بطبيعة الحال التمويه المغربي المميز. مزيان. نرجعوا للبلاغ ديال شركة البيت سيستمز كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة. هم يقولون بأنه تم توقيع عقد تصدير بقيمة 277 مليون دولار مع زبون أجنبي، هم لم يسموا هذا الزبون، من أجل تصدير الأبراج القتالية من عيار 30 ملم تحت طراز اليوتي 30 MK2، وكذلك الذخائر المرفق لها. نمشيو نشوفوا فيديو متابعينا الكرام. هذا الفيديو يوضح لنا المميزات ديال هذا البرج والقدرات ديال هذا البرج، غادي نشوفوها من خلال هذا الفيديو. لنشاهد جميعا. هنا يمكن لنا نشوفوا بطبيعة الحال الخصائص ديال هذا البرج. هذا البرج كيجي بنظام حماية نشط الايرون فيست، كيجي بمدفع رشاش من عيار 30 إلى 40 ملم، بصريات متنوعة، وكذلك قاذفات القنابل الدخانية. المعتقد كاين فيديو هنا كيوضح لنا وكيجي كذلك بصواريخ مضادة للدروع. في الغالب يتم استخدام صواريخ السبايك. شفتوا هذه الصواريخ هذه كتكون مرفقة مع البرج، كتطلع وكتطلق صاروخين في الغالب كيكونوا من طراز السبايك. وهذا من مميزات هذا. المشهد من الداخل. نرجعوا. هذا هو المشهد من داخل المدرعة. كيكونوا جوج ديال الشاشات في عند الأطقم ديال المدرعة، بما في ذلك رؤية حرارية بطبيعة الحال. نظام الهانتر كيل أو قدرات الهانتر كيل في هذا البرج هذا اللي بطبيعة الحال كيقدم واحد القابلية كبيرة جدا في رصد الأهداف وتدمير الأهداف بشكل سريع جدا. كما تشاهدون هنا غادي تكون واحد المسافة كبيرة
القدره على ضرب الاهداف المتحركه. هنا مثلا ضرب درون، القابليه على اسقاط درون كما تشاهدون في الشاشه. هنا الحمايه، منظومه الحمايه النشطه كما تشاهدون. باش نشرح لكم على الحمايه النشطه. ثم الان كتلاحظوا هذا المشهد هذا، مثلا اذا كان صاروخ موجه، صاروخ مضاد للدرون جاي للمدرعه، هذاك البرج كيكون مقذوف، هذا اللي كتشوفوه الان، هذا المقذوف كيمشي عند هذاك الصاروخ المضاد للدرون وينفجر فيه، فبالتالي يحمي المدرعه من الصواريخ المضاده للدروع. هذه مساله جد مهمه موجوده في هذا البرج. هنا كذلك عندنا الايرون فيجن، واحد النظام ديال الرؤيه ديال 360 درجه، كيخلي الطاقم ديال المدرعه يشوفوا شنو حولهم بنطاق 360. مثلا المدرعه ديال بيرانا تمتلك هذه القدرات ديال البرج كما تشاهدون. برج خطير جدا، بامكانه على انه يحمل عدد كبير من الخصائص. فهذا هو البرج ديال اليوتي 30 الام كي 2، واللي غادي دار في المدرعه ديال الواب 88 المغربيه، اللي غادي دار في المدرعه الواب 88 المغربيه. ليس هذا فحسب، بل كذلك هنا من خلال هذه الصوره التي نشرها الحساب الرسمي ديال تاتا ادفانس سيستيم ماروك، يمكن لنا نشوفوا على انه المصنع يتجه نحو التوسعه في حتى صناعه المدرعات رباعيه الدفع من طراز LAMV كما تشاهدون، لان بانت الصوره ديالها في المصنع مع العلم المغربي والعلم الهندي كما تشاهدون. وهذه المدرعه هي هذه اللي كتشوفوها الان امامكم على الشاشه. هذه في الغالب كذلك سيتم تصنيعها هنا في المغرب، لتوسيع الأنشطة ديال المصنع في المغرب، مع قابلية التصدير بطبيعة الحال إلى أسواق أخرى. بطبيعة الحال تحقيق الاكتفاء الذاتي هنا محليا، الحاجية ديال القوات المسلحة الملكية المغربية، ثم كذلك تصدير هذه المدرعات نحو أسواق إفريقية أو دولية على وجه التحديد. إذن هذه آخر الأخبار متابعينا الكرام فيما يتعلق بالصناعة العسكرية في المغرب. هذه بطبيعة الحال الدفعة الأولى من مدرعات الواب 88 التي تم تسليمها بالفعل للقوات المسلحة الملكية المغربية. هنا السيد عبد اللطيف الودي يتسلم نموذج من مدرعات الواب 88 القتالية مع البرج ديال اليوتي 30 الام كي 2 كما تشاهدون. هو ذات البرج اللي غادي يكون في المدرعة المغربية. إذن هادشي اللي كاين متابعينا الكرام فيما يتعلق بهذه الحلقة. غادي نشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله مع المزيد من التفاصيل والأخبار.